بصوا خلينا نجرب دي اللي بالفراولة. شوكولاتة بيضة بالفراولة تحفة. بكرة عيد الحب، مش شرط ان يكون اللي بنحبهم دول هم بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الأب والأم، الأخت، الصديق، الجار. اهلا بيكم في اكله وضحكه. بكره عيد الحب، ومش معقوله يجي عيد الحب وما نعملش حاجه. وعلى فكره مش لازم يكون عندنا قالب على شكل قلب عشان نعمل حاجه. خدي بالك الطريقه دي تتعمل للناس غاليين علينا قوي. انتوا جاهزين؟ يلا بينا. ودلوقتي هنقول على المكونات بتاعتنا. اول حاجه انا جايبه 400 جرام بسكوت اوريو، النوع اللي انت عايزه تستعمليه استعمليه، وجايبه 100 جرام شوكولاته بيضه وزيهم شوكولاته غامقه وشويه حاجات هزين بيها، و120 جرام كريمه تشيز ولون احمر. واول حاجه هنعملها ان احنا هناخد البسكوت ونروح نطحنه. اهو طحنا اول جزء. دلوقتي اهو انا طحنت الكميه كلها. دلوقتي هنحط 120 جرام كريمه تشيز. لازم العجينه تكون ماسكه مع بعض، ممكن تحتاجي شويه جبنه كمان على حسب. اهو بعد ما عجنت فيها حلو بصي بقت طريه كده ماسكه في بعض. هعمل كور بالحجم اللي انت عايزاه. ادي ده الحجم اللي انا بالنسبه لي عايزاه. اهو عملت كام كوره. هعمل اشكال تانية. هاخد قطعه كده، جايبه كيس وهحطها على كيس واحط كده. احنا عايزين السمك بتاعها يبقى تخين، مش عايزينه رفيع. اهو عايزين السمك يبقى تخين كده، شايفه اهو. هنعمل ايه؟ انا جايبه شكل القلب، هعمل شكل قلب اهو. وممكن تظبطيه ادي اهو. انا عندي شكل نجمه. بصوا اهو، وادي السمك بتاعه. ودلوقتي خلاص بعد ما خلصت التشكيل بتاعي هشيلها في التلاجة ربع ساعة، وفي الوقت ده هروح اسيح الشوكولاتة. بعد ما طلعت الطبق من التلاجة سيحت الشوكولاتة، كنت بدخلها الميكروويف 30 ثانية واطلعها واقلبها وادخلها تاني لغاية ما ساحت خالص. حطيت لها نقطة زيت عشان تخلي الشوكولاتة ناعمة وفي نفس الوقت تديني لمعان اهو. انا جايبة دي ده فلين عشان اثبت فيه الخشب ده. ممكن تجيبي صينيه وعليها ورق الزبده وتسندي عليه براحتك، المتوفر عندك اعمليه. انا هاخد اي شكل اهو وهديها دهنه شوكولاته خفيفه عشان تثبت لي الحاجه مش اكتر اهو بالشكل ده. وهديها دي انا عايزه ادهنها بالشوكولاته البيضاء، هزينها بالحاجات دي اهو. فكره قوي. هسيبها لغايه ما الشوكولاته اللي عليها تنشف. هاخد مثلا كوره وهنهدي دهنه كده، وممكن عايزه تغطسيها غطسيها براحتك اهو من دي ونزينها اهو تبقى كده. خلاص خلصنا، وده اسرع مفاجأة في عيد الحب. بصوا خلينا نجربها. بصوا الجمال ده. جربوها مش هتندموا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم المرة الجاية. يلا باي.